نحاول نشوف بعض اللعيبه اللي تقدر تاخد راحه بعد البطوله لو pero al يقدروا، mismo tiempo con un descanso con exigencia. لكن في نفس الوقت الراحه بتاعته اللي هياخدها حتى معايا في المنتخب لما يجي لي بيجي لي احاول ان انا اريحه A شويه veces hay que sacarle un بدنيا، poco la لكن presión دايما نفسيا بيبقى دايما عليه ضغط في sin dejar que se المنتخب. relaje. بنحاول احنا نخليه يستريح، نحاول نهديه، نحاول نخليه يطمئن بشكل Esa es una افضل. estrategia, a veces sale bien y a ده veces sale mal. الاستراتيجي بتاعي عامه في المنتخب، بحاول انفذها مع اللعيبه. اللعيب بيكون جاي لي مرهق بدنيا ونفسيا، بحاول ان انا اريحه وفي نفس الوقت eخليه يتمرن بشكل كويس. Pero eso puede afectar el equipo en general o los jugadores en general o no? No, yo creo que en general no. Además le digo una cosa, nosotros tenemos una convocatoria bastante siempre con una cantidad de jugadores importante y si llegamos a ver que alguien بختار ان انا لعيبه اكبر está muy cansado o demasiado cansado, اللعيبه bueno, لو كانت جات لي مرهقه جدا او تعبانه جدا ببدا ان انا احاول اريحهم في اول ايام من المعسكر، jugar a otro. او لعيب اخر يلعب مكانه اللي هو المرهق قوي بدنيا او نفسيا. Yo siempre que convoco a un jugador estoy convencido. فبالتالي موضوع كابتن حسام عاشور لما انا بستدعي لعيب معايا لازم اكون مقتنع بيه 100%. La presión que pueda haber, ان حد يضغط عليا عشان اجيب لاعب معين او حد يقول قرارات او يبدوا ارائهم. evidentemente todo el mundo tiene su opinión. طبعا كل واحد حر في ارائه كاعلام او جماهير، ولكن دايما بحترم ارائهم Nosotros كلها. evaluamos ciertas cosas si creemos que انا es el بدات jugador اقيم adecuado, بعض الامور، لو شفت ان اللعيب ده مناسب ليا بيتم استدعائه. lo convocamos convencidos. ¿Por qué? مقتنعين بالاستدعاء ده، Porque después puede salir bien o mal. لان حتى الاستدعاء ده ممكن يطلع ينتهي بشكل كويس، En el ممكن fútbol ينتهي no hay vuelta بشكل سيء. atrás. مفيش خلاص انك خدت قرارك وجبت اللعيب، فمفيش Ahora, el día خلاص que se dice un nombre- انك خلاص تقول لا احنا دلوقتي طلعنا اللعيب فتبدا تندم انك جبته معاك. مفيش حاجه اسمها كده في كره القدم خلاص. No tiene que haber dudas. دايما اختيارنا للعيب بدون اي شك، احنا خلاص مقتنعين بيه في الفتره الحاليه فجبناه. الصف الثاني اسمع، الصف الثاني يا جماعه اتفضل. سؤال حضرتك لا اسال سؤال بالنسبه للاعلام، سؤال كيف بالنسبه للاعلام حضرتك؟ سؤال حضرتك ايه بالنسبه للاعلام؟ بنقول لحضرتك اهو في ضغط شويه اللي عنده السؤال في ضغط بالنسبه للجزء الشعبي انه حابب بالنسبه للكوره جدا بس مش حابب الشكل اللي ظاهر. مين اللي قال كده؟ الحاجه الثانيه في تقريبا عقوبه هتوقع على الكوره عشان عن الاعلان الشركه مش موجوده بالنسبه للشعب. طب انا هرد لك. طب الجزء الاداري ده الجزء الثاني هبقى هرد على حضرتك. مفيش تعاقد، التعاقد بيسمح له بحاجه زي كده. قلنا لك المعلومه دي معلومه خاطئه طبعا. اتحاد الكوره ملوش ان هو حاجه في التعاقد مع مستر كوبر، فدي حاجه الشخصيه بتاعتي انا في ده رقم 2. رقم 1 En cuanto al comercial, ¿qué le parece el comercial y la reacción de la gente en general? Si hay gente que no le gustó el comercial o no, ¿cómo le parece todo en general? Yo creo que Es que le gustó la patada. estoy contento que vamos a concentrar con el equipo. El comercial بص انا دلوقتي انا سيب الاعلان، موضوع الاعلان ده على جنب خالص. انا دلوقتي مبسوط وسعيد ان انا موجود مع اللعيبه بتاعتي. El único comentario que voy a hacer es que uno también quiere ser parte de una sociedad. بص انا حاولت ان انا اتاقلم، ادخل جوه المجتمع ككل، المجتمع المصري ككل، اقرب منه. Y hemos pensado que esto también es parte de meterse en la cultura. اعتقد الاعلان ده عامه انك تقرب من ثقافه الشعب المصري، اعتقد مهم انك تبقى موجود في وسطيهم يعني. Y que el fatá es bueno, es buenísimo. والفته طعمها حلو. الفته طعمها حلو قوي. لا والله عجبته. عجبته. لا اكل فته اكلنا فته. اوكي الصف الثالث اتفضل. حسام اتفضل. وانا حسام. Antes de partidos importantes, siempre el puesto que más la gente se pregunta mucho, ¿cuánto el arquero? Los tres tienen un nivel extraordinario. ¿Usted ahora prefiere mencionar el nombre del arquero que pasa en el arco y para sacar la presión sobre los tres?
o todavía no está decidido el nombre del arquero. Mire, nunca voy a decir quién va a atajar, طبعا صعب جدا ان اقول مين هيقف في حراسه المرمى، صعب جدا طبعا. porque de aquí al partido pueden pasar muchas من cosas. النهارده ليوم المباراه ممكن تحصل حاجات Que, كتيره جدا. que tengamos عندنا 3 حراس مرمى tres o más, arqueros de buen nivel. واكتر para كمان un من 3 puesto, حراس a mí me عامه gusta. يعني هم على مستوى عالي جدا. Lo que tenemos que entender que juega uno. لكن لازم الناس كلها تفهم ان او هم 3 يفهموا ان واحد بس اللي هيلعب فيهم، مش 3 ما ينفعش يقفوا. Como la selección está por sobre todo, فاحنا قلنا ان المنتخب اعلى من اسماء الناس كلها كلنا، no debería haber ningún problema. فمش هيحصل اي مشكله، يعني مش De هيحصل todas في اي maneras, قلق siempre بالنسبه repito, للنقطه دي uno بالذات. siempre espera unos días para ver cómo vienen, cómo فدايما están. اتمنى ان انا اشوف دايما في الايام اللي جايه بشوف مين A veces la situación puede cambiar en 24 o ممكن 48 horas. في 24 ساعه نكون نغير قرار في مركز معين، مش بس حراسه المرمى عامه، على حسب حاله اللاعب داخل المعسكر. اتفضل يا كابتن سامح. Después que hace 2 años y pico ya estamos aquí en la selección y ya llegamos al nivel final de la selección o la forma final de la selección, o vamos siguiendo, viendo unos cambios, unas innovaciones en el equipo para el futuro. Siempre se van viendo cosas a medida que se van mejorando las cosas. طبعا احنا بنحاول، طبعا ما وقفناش على مستوى معين، بنحاول ان احنا نحسن من الامور كلها في المنتخب. Siempre hay que trabajar, لازم el نشتغل. resultado te tiene que acompañar. لا طبعا مهم جدا النتيجه انها تفضل معاك بشكل ايجابي، Y no nos olvidemos que وما ننساش uno tiene los jugadores 5 o 6 días. انك عندك اللعيبه 5 ايام 6 después ايام se van قبل y المباراه، vuelven al- وبعد كده بيمشوا mes, mes y medio. وبيجوا لك بعديها بشهر ونص تقريبا، يمكن Ahora. اكتر كمان. ¿Dónde están los límites? Yo no lo sé. انك حدود انك توصل لاحسن مستوى، انا ما اعرفش انت تقدر توصل انهي مستوى تقدر توصل له، مش عارف بصراحه. Ni el mío sé. ¿Por qué? Porque uno siempre quiere mejorar. لان دايما عايز احسن ¿Dónde من está el مستوى top? اللاعبين. No فين lo sé. التوب، فين الاعلى مستوى تقدر توصل له، محدش يعرف. Siempre vamos a ir pidiendo más. لكن طول ما انا موجود في المنتخب هتاني uno va اطالب mejorando, اللعيبه بشكل افضل، هطالب اللعيبه بمستوى افضل. ¿Hasta dónde podamos llegar? Yo la verdad no لحد lo sé. فين هنقدر نوصل، انا بجد ما اقدرش اعرف. Siempre está la exigencia a ir mejor. A ir دايما mejor, a ir بنحاول نطالب اللعيبه بالافضل مهما كان المستوى اللي هم وصلوا له. اتفضل. في سوري اول سؤال في سوري. المنتخب مصر هو الفريق اللي بينافس في Ah, المجموعه يعني. usted ve que la única selección que está compitiendo con equipo en el grupo es Túnez, في المجموعه يعني. uno de los dos va a clasificar, o porque sobre todo que Túnez ahora en los resultados pasados, en general en la historia, que siempre tenía la mano superior sobre Egipto. ¿Cómo ve Mire, Egipto en cuanto a eso? aquí el que se vea superior, بص حضرتك، اول واحد ما يحس ان هو افضل او هما منتخبين بس Para mí المنافسه es un ما gran بينهم، error, decir. ده اول خطا انت ممكن ترتكبه كمدرب، porque sabemos perfectamente لان احنا عارفين كويس قوي que la euforia o cuando uno cree que ya tiene las cosas انك لو mínimamente بالغت في الفرحه controladas, بتاعتك او بالغت انك انت تقول خلاص انا مسيطر على كل الامور وانك انت الاقرب Aquí للتاهل uno او es المنافسه superior cuando مع terminó فريق el partido تاني y ganó. انك انت ممكن تبقى الافضل لما المباراه تنتهي وانت كسبت المباراه، تبقى في الحاله دي تقول اه ده المنافسه بين فلان وفلان. Así como yo creo que nosotros no tenemos que sentirnos superiores a ninguno, a nadie. احنا مش حاسين ان احنا افضل من اي منتخب تاني معانا في المجموعه. Esa mentalidad también hay que tenerla con aquellos que uno puede pensar que es inferior. No, es un partido de fútbol, hay que هي jugar. مباراة كرة قدم، أي مباراة لازم تلعبها لازم تفكر فيها إن كلكم إنكم متساويين، ومهما كان حتى تاريخيا أقل منك الفريق ده. الصف الرابع. No, no. سي؟ يلا خلاص. الصف الرابع في حاجه. اي اسئله اخرى يا جماعه؟ حد عايز اي سؤال تاني؟ سأل اتفضل.
اندكس طويله حاجه بحيث ان هو يقول ايه الاستعداد بتاعته اللي هو السنه الاستعداد بتكون كبيره هل شايف ان مستر كولر ده بيتعامل مع الجمهور والقطاع بيتعامل مع المواضيع الطويله وامتى نقول في برنامج للمنتخب نقدر نبقى عارفين المنتخب شهر 8 شهر 10 الجاي لاعب مين بعد اسم حضرتك الاندكس موجود وموجود عند الحاج عامر توقفات دوليه ما بنقفش غير في التوقفات الدوليه. اقول لك توقفات دوليه من 28 La estrategia larga, usted mira la estrategia larga o la estrategia corta. يعني بعد ماتش غانا يعني بعد ماتش غانا بيفكر في ايه يعني. Después del partido de Ghana si clasificamos al mundial, ¿cómo estamos pensando en largo plazo? ¿Y qué usted necesita de la federación para largo plazo? لو في تأهل. Si clasificamos. Yo estoy pensando en Túnez. انا بفكر في تونس دلوقتي، مركز قوي في تونس دلوقتي. Por esto, está preocupado. انت قلقان بالموضوع معين، انت قلقان باللعيبه الفلاني، está preocupado. انت قلقان من كذا. Después de Ghana, si estamos al mundial. انا دلوقتي لو هفكر في بعد غانا لو احنا وصلنا تأهلنا للمونديال او لا. Le digo, a lo mejor puede haber un entrenador que tenga semejante capacidad, yo no puedo. بص انا دلوقتي في الفتره الحاليه كل التركيز على المباراه الحاليه. لو انت فكرتني بعد شهرين ده موضوع احنا مع الاتحاد الكوره هنحاول نظبطه في الفتره اللي جايه. pero هو الكاف نفسه ما كانش حاطط الماتشات الاهلي والزمالك، ما كانش حد يعرف اصلا. احنا ما كناش نعرف والله. اوكي خلاص hablando del largo plazo, digo el CAF no sabe cuándo juega el Ahly y el Zamalek. Nos puede afectar el ayuno durante el mes de Ramadán porque vamos a entrenar después de la comida, justo sobre la comida, cómo podemos enfrentar la escasez de comida, de sed, de con todo. No creo, no. بس اعتقد مش هيأثر علينا خالص حكايه الصيام ده بالذات. Y si creyera que nos puede afectar diría no nos va a afectar. فحتى لو يعني حتى لو هيأثر علينا هقول له مش هيأثر علينا، هو مش هيأثر علينا بشكل كبير يعني. Porque uno lo que tiene que inyectar es optimismo. اللي احنا دايما بحاول التفاؤل اللي هو الجانب الايماني في الشهر ده، لا في تفاؤل دايما موجود يعني. Y si creyéramos que podemos hacer algo con eso, bueno, lo haríamos seguramente, pero لو احنا نقدر نعمل حاجه عشان نحل موضوع الصيام ده او في خلال شهر رمضان، فانت ما فيش في ايدك حاجه تقدر تعملها. تفطر comer no ayunar. اخر سؤال يا فندم. شاوي او ما اقدرش اوعد بحاجه. السؤال بقى احنا الحمد لله اصلا بنلعب كاس عالم، تونس نقطه انطلاق قويه جدا في كاس افريقيا 2019 ان شاء الله. هل هيكون برضه في تصريحات على ان انا رايح العب على المكسب، رايح اقدم اداء بالثلاثه بونت، ولا برضه نفس التصريحات اللي بنسمعها كل مره ان انا هبذل اقصى ما وسعي وفي الاخر اللعيبه Felicidades primero por el gran nivel de la Copa de África, pero siempre tiene respuestas muy diplomáticas, siempre dice que vamos a intentar esforzarnos al máximo y luego hacemos buenos partidos. El partido de Túnez también, usted nos puede prometer, nos puede decir que va a ganar los 3 puntos o siempre, como dice, vamos a esforzarnos y vamos a hacer lo máximo, como siempre dice usted.
Yo no puedo garantizar nada porque بص يا حاجات موضوع ان انا اوعد او اضمن فوز او مكسب ما اقدرش ان انا اعمله. si yo dijera vamos a ganar los 3 puntos, ya le me لو انا جيت قلت preguntan لك دلوقتي هروح اكسب الثلاث نقط بتوع تونس، que soy optimista, que لكن انا متفائل طبعا، trabajamos para متفائل ganar, عشان que احنا رايحين نكسب المباراه، طبعا متفائلين ان احنا نقدر نحاول نكسب haremos المباراه، lo máximo هنقدم افضل ما عندنا الماكسيمم para ganar بتاعنا el في partido, اللعب no tengo عشان ninguna نكسب duda. المباراه. طبعا كلنا داخلين المباراه بالعقليه دي، Ahora, dar garantías del resultado. لكن ادي ضمان وتاكيد على نتيجه معينه. Argentina tiene complicada الارجنتين لحد اللحظه اللي احنا فيها دي الامور صعبه جدا في التاهل las في كاس العالم، eliminatorias para ir al mundial. مش عارفين هتوصل كاس العالم ولا الارجنتين. Tiene los mejores jugadores del mundo. Por وعندها eso digo, احسن لعيبه في العالم الارجنتين. no, lo que yo puedo garantizar اللي انا ممكن اضمنه او ان انا اقوله es el máximo esfuerzo. Eso, اقصى مجهود هنقوم بيه. ahora, también tenemos un rival delante عندنا منافس que انت tiene buenos هتلاعبه jugadores عنده لعيبه كويسه جدا هينافسك، y que te puede ganar. ممكن يكسبك، Pero garantizar el resultado. لكن اضمن نتيجه او اوعد بنتيجه معينه هيبقى صعب جدا. غلط معلومة غلط غلط. Sí, ¿ya? ¿Hablas con él? شكرا.